تعالي لي بقى كده، تعالي لي بقى عشان انتي تعبتيني بقى وتعبتي اعصابي. ماشي، عشان المذاكره دي هتجيب اجل يا اجلك. تعالي لي بقى. فين ابوكي؟ فين ابوكي؟ بقاله ساعتين. ساعتين يا ماما في الحمام. ساعتين في الحمام بيريح دماغي. ماشي ماشي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ وحشتوني والله. بقالك ساعتين يعني في الحمام. بريح دماغي شويه بفصل. بتفصل؟ طب بقى حلو قوي. اديله حبيبتي، اديله. وريني ايه ريح ده؟ بقى دماغك بالكواليس بقى معاها وذاكر لها شويه علشان انا اعصابي اتاخدت واتضربت. انا اتضربت. هي دي مذاكره؟ الف ب ت وس و1 2 3 4 5 6 8 دي مذاكره؟ لا مش مذاكره. انا يلا عايزه بقى تعالى. اشوف مهارتك. تعالى ارجع بس، ابعد. بسم الله يا ست حور، يلا نبدا المذاكره سهله ان شاء الله. عايزة اعمل حمام. يلا بقى نقول بسم الله حبيبتي ونبدا المذاكره. اشرب ميه، اشرب زوري وجع. ثواني يا بابا هجيب القلم ونسيت. هو احنا بدانا عشان تنسي؟ بدا فين؟ القلم اهو. هبطت عايزة اكل. يلا بسم الله ونبدا انا مش مذاكره. قادرة يا مس، عايزة ارتاح. انا مش عايزة اكمل مذاكرة. هو احنا بدأنا نذاكر؟ اقعدي هنا، تعالي انا عارف ايه اللي هيخليك تذاكري. اقعدي هنا. دي مش كشكل تفتح النفس على المذاكرة. دقيقة واحدة وجايلك. دول بقى يفتحوا اللي هيفتحوا نفسك على المذاكرة. ايه؟ احب حروفي، احب ارقام 1 2 3 اي لايك اي بي سي اي لايك بي رايتنج. وكمان يا ست حور معاهم الوان. تعالي ناخد كتاب كده اوريكي فيه ايه حاجات تحفة وهيخليكي ونلون. تحبي المذاكرة. ونلون. وهتلوني وهتكتبي وهتعلمي كل حاجة. جبتهم منين؟ جبتهم من بيج اسمها أكاديمية الأطفال. عندهم كتب تحفة جدا هيخليك تحب الحضانة وتحب المذاكرة. تعالى أوريكي بقى. افتح يا بابا وريني الحلويات دي. هوريكي كل الحلويات. بص، أول كتاب معانا اسمه أحب حروفي. احب حروف. حلو. ده اسد. الصورة حلوة جدا يا بابا. مش جايب لك أي كتاب يا حور. حرف حلو قوي، ممكن الون ده كمان يا بابا. وهنا هنعمل إيه؟ هنعمل كده. ودول نعمل فيهم إيه؟ هنلونهم برضو. طب ده إيه؟ ارنوب. أرنوب. برافو. ايه ده يا بابا؟ هقول لك بقى يا ست حور ده ايه. دي النقطة المهمة. ده باركود بنعمل عليه الموبايل كده. لو احنا مش عارفين الاسم ده، اسم الحيوان ده ايه، هو بيقوله لنا على الموبايل. ده ده اسمه ايه؟ ده اسد. وده اسمه ايه؟ ارنوب. يا شاطر. هات الكتاب ده بقى عشان سوقتني. احلى كتاب يا ست حور. احب ارقامي. واو، ايه الجمال والحلاوة دي. عشان خاطر عيونك. قمر. ده. واحد. وده ايه؟ نمر. وده ايه؟ كباريا. وده ايه؟ تمساح. وده فيلو. هكتبها هلون هنا وهكتب هلون هنا كمان. يعني انت كده خلاص، انت ممكن تذاكري لوحدك بعد كده من الكتاب ده. وهتعرفي الحيوانات من الكتاب ده. معانا لحد رقم 10 يا حور. الكتاب بيعرفنا الالوان، جايب لك اللون الاحمر وحاجات كتيره قوي باللون الاحمر. انت هتلوني الحاجات الفاضيه دي. ولسه اللي جاي احلى واحلى. بص بقى هنا يا ست حور، جايب لك المربع واشكال المربع هتلونيه. بلو. برافو عليك. احنا مش في الالوان دلوقتي بقى. دي شدي قوي. بص الصوره واضحه ازاي. دي صوره ايه؟ تفاحة. بالانجلش اسمها ايه؟ فور. فور. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك علينا الجامعه. ايه يعني ابل؟ ايه يا ابل؟ ابل. ابل. عايز اشوف الصرف. حاضر. حاضر. ربنا يبارك لك يا بنتي. الاحمر بالانجلش يعني ايه؟ احمر يعني ايه؟ تفاحة. يا نهار. احمر يلا. يعني ريد. على المستبد. تبد. بس ايه رايك يا حور في كواليتي الورق؟ ايه رايك في الصوره ال3 دي التحفه دي؟ شايفه هنا هتلوني براحتك وبمزاج. هنا هتكتبي حرف الايه تمشي مع الخطوط. ايه رايك في الحيوانات والاشكال التحفه دي؟ لا، واللي اروع بقى يا حور، الباركود ده اللي لو احنا مش عارفين الحرف والاسم مظبوط، ندخل هنا ويجيبوا لنا الاسم بالظبط. يعني انا احنا هدخل هنا برضو واشوف الحرف. والله العظيم 5 والله. عليك. انت كملت. نتعلم الكتابة، هنتعلم مسكة القلم. هيقول لك وصلي من هنا للمسافة التانية دي، بس تبقي ماشية في النقط دي كلها. لو ابنك او بنتك بقى عندهم 2.5 وداخلين على مرحلة التمهيدي، انصحك تجيب الكتب دي من بيج اسمها أكاديمية الأطفال. هتعلمهم كل حاجة من اول الكتابة لحد التلوين لحد الحروف في الانجليش لحد الحيوانات لحد الخضروات كلها. الالوان زي ما انتم شايفين حلوة جدا. الكتاب A3 كبير قوي.
وكتاب البي رايتنج ده من أهم الكتاب في المجموعة، لأن هيعلمهم يقووا عضلات إيديهم ويعرفوا يمشوا على الخطوط عشان يعرفوا بعد كده يتحكموا في مسكة القلم.